سادتي يسرنا حديث ما نحبش نقول حمام مع احترامي الحمام واللي يخدموا فيه، اما حديث زايد يعني لانك ذكرت الحمام، لانك ذكرت الحمام، انت جزء من هذا الحمام. مرحبا، انت احسن طيب دو ما قل حيك. لا قريت صحافه انت هذه صحيح؟ لا ما واضح، خاطر يبدو انك حتى اذا قريتها ما استوعبتش اخلاقيات المهنه وحدود الحوار او اساسيات الحوار الصحفي. ما خدتيش انجاز وغاد بك. احرص على كافة السبل على ان تتزوج، فان حصلت على زوجة جيدة اصبحت سعيدا، وان كانت زوجتك سيئة فستصبح فيلسوف. منطق اخلاقيات المهنه، شنو الاضافه يعني؟ قد بين لا بورنوغرافي، جورناليستيك، اليروتيزم، فما فرق كبير وانت تفهم في الامور هذه. ازعجني حالك المهني والله. بتيس يا مان تمرميت. مشاهدي الكرام، نعتذر لدى حضراتكم عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل فني خارج عن نطاقنا. القانون الوحيد اللي يعدل منذ الميديا والإعلام هو الجمهور عايز كده. برشا يقولوا اللي الميديا سوق عرض وطلب، وما عمره ما كان للمرأة التونسية بلاصتها الوحيدة كرونيكوس تتجمل وتزين وتلبس وتمكيج، وخاصة ما نسمعوش رايها جسد أو لا تكون. اجي لهنا كنت تحب تعمل بروغرام ويكون ناجح، برا اجري جيب سبونسور، ما تنساش نتاع حكوك طماطم اجبن الحليب، وخاصة هذوكم جدد اللي عملوا الماء في حكوك الياغورت، قال لك حاجة فينومينال. اليوم باش نحكيو على خرمة الميديا ولا بلاس دو لا فام في البيزاج ميدياتيك. اذا كان يعجبك الكونتوني نتاعي وتحب تشجعني، ما تنساش تعمل ابوني في الشين سوق ديديات، وخاصه تنزل على كل جرس صغرون هذاك باش يوصلك فيديوهاتي اول ما يهبطوا. ابيزود 2 فاكتاب توب ديبار. مليكة بن خامسة، نزيهة مغربي، درة بوزيد، 3 اسامي نساء نتاع صحفيات ما عمركم ما سمعتوا بهم، لكن النساء هذوما كانوا من الاوائل اللي عملوا دي بروغرام فيمينا اي فيمينيست، وقفوا قدام الكاميرا والميكرو لا خوف لا رهبه، ووصلوا رسالتهم. النساء هذوما عملوا برشا للصحفيه وللمراه للاعلاميه التونسيه. 1946 باش نسمعوا اول صوت اذاعي نسوي في تونس اللي هو صوت مليكة بن خامسة، اللي باش تجينا وباش تقول لنا هنا تونس. مليكة بن خامسة كانت أول وجه وأول صحفية امرأة تونسية دافعت على قضايا المرأة. مليكة كانت تمن اللي في الخمسينات باش المرأة تبلغ صوتها لازمها تقف قدام الميكرو وقدام الكاميرا. دايوغ هذايا كان الهدف والرسالة متاعها طول حياتها. مليكة بن خامسة قدمت الأخبار، أنجت البرامج، كانت صحفية وكانت مقدمة بارعة برشا في الإذاعة، وكونت أجيال وأجيال رهيبة. لكن لليوم خسارة ما نسمعوش اسمها وما نحكيوش عليها. مليكة بن خامسة كانت اون فري فيمينيست، على ذاك باش تعمل ان بروغرام اسمه حصة المرأة، وغادي وين باش تحكي على أهم المكاسب اللي المرأة لازمها تتمكن منهم، كما الحق في التعليم، الحق في الحرية الاقتصادية. على خاطر مليكة كانت تمن اللي المرأة لازمها تقرأ وتتعلم وتدخل تخدم باش تنجم تكون مستقلة وتحقق ذاتها في المجتمع. في تونس نقدسوا للأم، أما المرأة طمبي عندها كل شيء، هي الاولى في الجامعه، هي الاولى في الخدمه، ما عندهاش شماج. شكون قال الكلام هذايا؟ مش صحيح. الشهر اللي فات بركه افريل هذايا في تونس 8 نساء تقتل فيمينيسيد على يدين رجالهم. الشيء هذايا اللي صاير سي دو ا توت اون بوليتيك اللي هي مخليه المراه ما عندهاش بلاصه تو سامبلومون. اسكو المراه تقرر؟ اسكو المراه تخدم في دي بوست وين عندها السلطه؟ ليه؟ اسكو المراه فعل او مفعول به؟ ده اللي اكثر الوقت نلقاوها مفعول به. وصحيح تدخل وتخدم وتقرا، لكن زاده يتحرشوا بها في الجامعه، كي تخدم ما تسلمش، ومع عمرها ما توصل ان هي تعتلي اعلى المراتب، معناها تكون مانجر ولا تكون البوس كما نحن نحبوا في تونس. وهذا الكل علاش؟ على خاطر عندنا عقليه ذكوريه يهيمن عليها مجتمع ذكوري ما يراش المراه مساويه للرجل، لكن ديما يراها مكمله مع جو سويز ان اتر هيومان، حقي بحقه صبري بصبره. نساء كيما مليكة بن خامسة، درة بوزيد حاولوا انهم يبدلوا العقليات، كتبوا فكروا وخليوا خاصة العباد يسانتيغوج على وضعية المرأة في تونس. لكن اليوم نشوفوا في اون ريغريسيون كبيرة. المانس بلانينغ معبي البلاتوات نتاعنا، حضور اكسسوار اليوم ولا للمرأة على البلاتوات، يجيبوها جوست باش تكون جميلة وإلا باش تعطي شوية رايها، وخاصة باش يستغلوا ليماج هذيك. نسمعوا حاجات في لي بروغرام تيلي نتاعنا اللي هما فريمون نورمالمون ما يتعداوش، لا يزي فيهم تحقير من قيمة المرأة، لا يزي فيهم تقزيم. نسألوها أسئلة من نوع راجل قداش يخلص، علاش خديتو، اسكو انت بعد كي طلقتو خديت فلوسه ولا لا، قداش يدفع لك نفقه. بينما الراجل ديما الحكمه والرزانه. في هذا الكل علاش اون سو بوز لا كيستيون شبينا وصلنا للوضعيه هذه؟ ما نجموش نحكيو على بدايه التلفزه التونسيه وما نحكيوش
خاصة على السبيكرينات اللي كانوا يقدموا لنا موعد نشرة الأخبار وموعد المسلسلات. لازمكم تعرفوا اللي وقتها التلفزة التونسية اللي كانت تتسمى ETT و RTT عملت كونكور من أصل 27 طفلة، قبلوا كان 4 كهو في الأول اللي هما باش يكونوا سبيكرينات، فكانوا يتعديوا 3 بروغرام بار جور، زوز بالعربي وواحد باللغة الفرنسية. وأبرز سبيكرينات اللي أول ما شفنا وحلينا عينينا شفناها في التلفزة نزيهة مغربي في العام هذاك، هي اللي باش تطلع علينا وباش تكون التصويرة مقلوبة. بعد نزيهة مغربي نحكيو زيادة على نبيها بن سميدة، عفيفة بن عاشور، فكرية غربي. سبيكرين ماهيش صحفية، هي مقدمة تجي تقرأ شنو اللي باش يتعدى وتعلمنا بأنه مثلا المسلسل باش يجي في الوقت الفلاني ولا راهو تويكا فما نشرة الأخبار. فهذاك كان الدور نتاعهم. ولازمكم تعرفوا اللي وقتها التلفزة التونسية كان عندها دي مويان ليميتي على الاخر، بيسكو ما كانش عندنا مانيتوسكوب، الآلة اللي تخليك انت تسجل الشريط وجست تحط وتنزل على بلاي باش احنا نتفرجوا. كانوا المسلسلات يتعداو لايف. كونتريرمون او زيدي روسو، ما عمره ما كان دومين الجورناليزم في تونس دومين ذكوري بامتياز. يا سيدي في بالكمش اللي درة بوزيد هي اول صحفية حاولت انها توصل اراء النساء عن طريق القلم. فكرة الميليتونتيزم والنضال على اجل قضية ما كانتش حاجة غريبة على درة بوزيد، على خاطركم لازمكم تعرفوا اللي امها الشريفة كانت مناضلة في الجي تي تي، وبوها زاده اللي هو الاب الروحي نتاعها محمود المسعدي علموها انه راهو الحرية تفتك ولا تهدر. درة بوزيد وهي اللي باش تعمل لنا عام 1955 البيي فيمينيست في تونس في البريس فرانكوفون تونيزيان. بدات مسيرة درة بوزيد مع اللوجات، غادي وين بدات تكتب في الجريدة الطلابية ليتوديون تونيزيان. في عام 1955 باش يكون لها ان ترومبلان انورم، على خاطرها باش تاخذ اول بيي في تاريخ الصحافة التونسية المكتوبة فيمينيست، وغادي وين باش تعمل روبريك ليلى فو بارل في جريدة لاكسيون اللي هي باش تولي سنين من بعد جون افريك. وفي البريود هذيك ما كانش مستاهل انك تلقى امراه قلمها حر تحكي وتعبر من غير خوف ولا رهبه، وهذا اللي عملته درة بوزيد في ليلى فو بارل. كي تونس باش تاخذ الاستقلال باش تقرر انها تروح باش تبدا تكتب، ومن اكثر لي زارتيكل اللي كتبتهم وهزوا الراي العام وخلاو بورقيبه ينادي لها هو ارتيكل باردوني نو مدام حشاد، اللي باش تحكي فيه على وضعيه ارملة فرحة حشاد وكيفاش الدنيا بعد ما تقتل رجلها وكل كيفاش ولات الدنيا صعيبه عليها وكيفاش الدوله ما تلهيتش بها. وهذا اللي باش يخليها بورقيبه ينادي لها وباش يقول لها علاش كتبت الارتيكل هذاك من غير ما تعيط لي وما تقول لي على وضعيه ارملة حشاد. فهي وقت باش تدافع على روحها باش تقول له انا راني صحفيه وصلتني المعلومه وصلتها للشعب، ما عنديش حتى حسابات سياسيه ولا غيره. ودايوغ هذايا سي تري سيمبتوماتيك خاطر يورينا العلاقه والكليفاج اللي كان بينها بين بورقيبه، على خاطر بقدر ما هي كانت تحب بورقيبه ومتاثره به في مرحله متاخره كي باش يولي حتى هو زيد ديكتاتور باش يسكر عليها المنافذ وكي باش تتعمل لها TCE باش يوقفوا لها مجازين فايزه. كتبت برشا ديزارتيكل اللي خلاو عندها قلم ناري وخلاوها يحبوها لي ليكتور، وخاصه لي زيكري نتاعها عندهم ان افي. ووقفت برشا في الساحه الثقافيه في تونس، كانت تلم، كانت الفيدير، كانت تجمع بين لي زارتيست لي دانسور، وصلت حتى ان هي خدات قرطاج في ليبوك ديكا وعملت ان فيت لا رونكونتر دي زيكول دو دانس. فكان الشرط الوحيد اذا كانك تعرف تشطح اجا ووري المواهب نتاعك، ومن غادي منين طلعوا برشا دي دانسور بروفيسيونيل في تونس. المراه هذه نهار اللي عملت ماجازين فايزه وقفت الدنيا بأتم معنى الكلمه. لي زيكزامبلير نتاع الماجازين كانوا يتنشروا في كندا في لبنان، لكن ان فيت المشكل سكو هي هذايا تقول شيء في الدوكيومنتير اللي عملوا وليد الطايع اللي اسمه درة بوزيد اون تونيزيان ان كومبا، وين باش تحكي على مسيرتها وباش تقول لي هي اغلب الاحيان في لي ريداكسيون يا كانت تطرد يا كانوا تو سامبلومون يفكوا لها الخدمه نتاعها. معناتها هي كي عملت لو كومبليمون فيمينان نتاع رياليتي اللي هو اسمه رياليتي فام، استحوذوا عليه لي ريداكتور اون شيف وخرجوها من المولد بلا حمص. وهذا جينيرالمون ما يصير في لي ريداكسيون تونيزيان نتاعنا. اذا كانك تلقى بلاصه فافكارك يا جينيرالمون يسرقوهم يا اما سينو تلقى روحك ما tu peux pas gagner ta vie معناتها كوريكتومون وما تنجمش توصل للي تحب عليه tout en sachant que معناتها القرار ماهوش بيد. sans aucun doute اليوم المقاييس اتبدلت، واذا كان في وقت ملكه بن خمسه درة بوزيد كنا نحكيو على كومبيتونس وكانت المراه البوفي تري بيان باتاي وتوصل في المشهد الاعلامي، فاليوم نشوفوا اللي الفرص ولات ضئيله جدا. صحيح الصحافه ليست جريمه، لكن اكثر من شعار الصحافه تنجم تكون جريمه كيف الانسان اللي قاعد ورا الميكرو ما يعرفش قيمته، وكيف الانسان اللي فاس كاميرا ما
عنده ما يوصل وما عنده ما يقول غير انه يزيد يكبر في ثروته ويزيد يكبر في كرشه من الاخر. On est dans la surconsommation, ça c'est vrai. Mais il est maintenant, on va accepter que tout le monde fait ce qu'il veut et du n'importe quoi. Que انهم عباد ما همش compétents ياخذوا الميكرو يتكلموا بكل طلاقه ويجي اللي هذا عامل شطح بطح يقول ما على باله et on s'en fout. On ne vérifie pas l'information. الفيك نيوز في تونس توصل اكثر من الخبر الصحيح وخاصه انه فما اخطاء اخلاقيه قاعده تصير. الوغ لا ما شاء الله ظهر لي اللي تبدل من وقتها لتو هو انه في وقت مليكه بن خامسه ووقت درة بوزيد كانت المراه كلمتها نافذه ما كانتش تخمم قبل ما تتكلم واللي هي لازمها تدافع وتواصل وتقدم مش تخلي بلاصه للاجيال الجايه. تي علة الجمهور عايز كده ما عمره ما كان الجمهور عايز كده. سبونسور عايز كده. الشين عايزه كده. الخط التحريري عايز كده. ولا باتاي والتعب اللي تعبته مليكه بن خامسه ودرة بوزيد ظهر لي لليوم مازالت القضيه عندها قيمه ولليوم on doit continuer في الباتاي هذيا. وظهر لي لي جون جورناليست فام تونيزيان المهمه ولات اصعب برشا. المعايير تبدلت وعلى خاطر البلاصه اللي فكيناها البارح تفكت منها اليوم. C'est le moment de changer la donne. On doit le faire ensemble avec beaucoup de sororité. Je sais pas comment mais انا je crois que c'est possible. وظهر لي باش نخلطوا المرحله نتاع سي بون معناتها باش نتقرعوا الشيء هذايا اللي قاعد صاير تويكا. J'attends ce moment là avec impatience et je crois en vous اللي تتفرجوا فيا et je crois en العباد اللي ils croient في les concepts هذوما في les médias هذوما في les moyens هذوما اللي هما ما همش كلاسيك اللي هما alternative mais اللي ils peuvent changer la donne. ما تنساش تعمل ابوني في الشين سعوديات وخاصه تنزل على كل جرس الصغرون هذاك باش يوصلوا لك فيديوهاتي اول ما يهبطوا. انا نقول لكم باي باي à d'autres épisodes de سعوديات et de Facta.